السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان والمطالعين ديال هذه القناة داخل المغرب وخارجه. وإلا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة فكندعوك أنك تشترك معنا في القناة وتفعل الزر ديال الجرس باش يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنحطو. واليوم غادي نهضروا على مزراوي، على النصيري. بزاف ديال الإشاعات كدور أن الركراكي اتصل بديوب، بعيسى ديوب، حتى على الاصابه ديال دياز. واش غادي يكون دياز لاعب نهار الحد ضد خطافي في البطوله الاسبانيه ولا لا؟ اذا نبداو بمزراوي. التألق ديال مزراوي، شفنا كاملين التألق ديال مزراوي مع فريق ديالو مانشستر يونايتد ومع المدرب الجديد. وهذا المدرب الجديد ديال روبن موريم، المدرب البرتغالي اللي كيدرب دابا نصير مزراوي اللي كيدرب مانشستر يونايتد، فقال بالحرف الواحد وفي التصريح ديالو الاخر قال ان نصير مزراوي فين ما حطيتيه كيبهرني، فين ما حطيتيه كيلعب. جناح ايمن كيلعب، مدافع اوسط كيلعب، مدافع جناح ايسر كيلعب. وشنا كاملين التمريره الحاسمه اللي قدمها اللاعب مزراوي، التسعود ديال مانشستر يونايتد، ما عرفتش شنو الاسم ديالو، اللي ماركا البيت ديالو استطاع يونايتد يربح الفرقه في الدقائق الاخرى ب3-2. والجماهير كامله ديال مانشستر يونايتد كتغنى باللاعب مزراوي، واعتبراته احسن انتداب للفرقه ديال مانشستر يونايتد في هذه الانتدابات الصيفيه الاخيره. تطور كبير في الاداء ديال النصير مزراوي، واللياقه البدنيه العاليه والجاهزيه العاليه. ما بقاش كيتصاب بزاف. كنتمنوا والله انه يبقى في هذا النسق تصاعدي في اللياقه البدنيه ديالو، وحتى الكاس افريقيا اللي غيستافد منه المنتخب المغربي بزاف. اذا كنتمنوا ليه التالق مع الفريق ديالو مانشستر يونايتد. دابا غننتقلوا اللاعب الكبير النصيري اللي شناه مؤخرا كيتصالح مع الشباك، مني لعب مع المنتخب الوطني المغربي وماركا هذاك البيت. شنا ان النحس كيتساس منه وانه كيستطيع انه يماركي ضد المنتخب ليسوتو، وشنا انه كيتالق مع المنتخب المغربي. ودابا كيتالق مع الفرقه ديالو تركيا. شنا كيفاش عرف القيمه ديال النصيري، وعرفوا ان مهاجم زوين، وعطاه الحب وعطاه الدفء، وعرف كيفاش يخرج ديك الطاقه الايجابيه اللي فيه، وعرف كيفاش يرجع ليه هذيك الثقه في النفس ديالو باش يعاود يتصالح مع الشباك ديالو. وفي هذا الظل التالق ديالو شفنا ان داخلين جوج ديال الفراقي، فرقه انجليزيه وفرقه ديال النصر السعودي. الفرقه ديال ويست هام الانجليزيه كتدخل على الخط باش تبغي انها نتعاقد مع النصيري في هذا الميركاتو الشتوي المقبل. وحتى وشنا حتى فريق النصر السعودي حتى هو باغي يتعاقد وباغي الخدمات ديال النصيري، ولكن كنميل ان النصيري 100% غادي يمشي الدوري الانجليزي. الفرقه ديال ويست هام انها كيدربها، خصوصا ان كيدربها لوبيتيغي، وهو اللي باغي انه يجي يلعب معاه في الفرقه، حيت هو كيعرف المؤهلات ديال النصيري. وان شاء الله كنتمناو انه يمشي للدوري الانجليزي وما يمشيش لينا للدوري السعودي. وكنتمنوا ليه مسيره موفقه، وان شاء الله النصيري مليار في المية انه غادي يكون حاضر في كاس افريقيا الماجي، وغادي يكون حاضر حتى في كاس العالم ان شاء الله 2026، حيث لا غنى عليه. شفنا ان وليد الركراكي كيحطوا 100% وكيكون في اللائحه، واول واحد كيتعيط عليه هو النصيري. دابا ندوزو الخبر ديال الفريق ريال مدريد. شفنا كاملين الهزيمه اللي تعرض لها هذا الفريق هذا ضد ليفربول، وشفنا ان اللعاب دياز ما كانش راضي على الفريق ديالو ريال مدريد، اللي ما استطاعش انه يغلب ويخلي هذيك العقده ديال ريال مدريد ليفربول انها تبقى. ليفربول قدر انه يغلب ريال مدريد، وشنا ان دياز لعب 90 دقيقه كامله، وشنا الطريقه كيفاش كان كيلعب. فين ما كانت الكره كتجي عند ابراهيم دياز كتكون كتشكل واحد الخطوره
وشنا ان مبابي نقص المستوى ديالو بزاف. كنشوفوا ان مبابي راه ما بقاش حاضر مع الفرقه ديال ريال مدريد. كاينه شي حاجه في ريال مدريد. شفنا ان اللعابه كاملين كيدوروا واحد الفيديوهات ان اللعابه كاملين انهم ما كيبغوش يهضروا مع مبابي، وانهم كيعزلوه بحال دايرين عليه شي نقابه، ما عرفتش علاش. المهم مبابي غائب ذهنيا، وما بقاش مبابي اللي كنا كنعرفوا في باريس سان جيرمان. ما بعطاش الاضافه لريال مدريد، وشنا ان المستوى ديالو نزل وكيمر من واحد مرحله فراغ. وهذا الشيء كينعكس على دياز انه من يلعب ما كاش الفريق في الفورمه ديالو كامله. دياز شنو انه ما وصلوش كواري بزاف، وفين ما كانت كيشط الكره دياز انه كان كيشوف كيلقى واحد كيدير شي خطوره على ليفربول. في النهايه ديال الماتش جات واحد التقارير كتقول ان ابراهيم دياز تصاب، وانه قال لهم انني تقصت في رجلو، انه كيحس بواحد الالام في الرجل ديالو. ولكن من بعد المقابله جرى بزاف ديال الفحوصات، وكتقول التقارير انه غادي يكون حاضر ان شاء الله ضد الفريق الخطافي في البطوله الاسبانيه اللي غتكون ان شاء الله نهار الاحد مع 4:30 ان شاء الله. وكنتمناو انه يلعب رسمي من الاول ديال الماتش حتى الاخر ديال الماتش، باش ما بغيناش ان انشيلوتي يدير لنا ثاني شي ما عرفت شنو هو، ويدخل لنا رودريغو ولا يدخل لنا شي واحد في بلاصه دياز. بغينا دياز ان شاء الله انه يكون حاضر في المقابله اللي غتكون ان شاء الله مع ريال مدريد ضد خطافي نهار الاحد ان شاء الله مع 4:30. وكنتمنوا ليه التالق ويماركي لنا شي بيت ويرجع ديك الثقه ديالو اللي كتكون عنده من المنتخب. كنشوفوا ان دياز مع المنتخب الوطني المغربي كيعطي، وشنا ان مع الفرقه ديالو ريال مدريد كتعاني من اصابات كثيره، ومني كيكونوا حاضرين جميع اللعابه دياز فكيكون في الاحتياط. وهذه هي الفرصه ديال دياز باش انه يعاود يدير بلاصتو ان شاء الله في ريال مدريد، وكونوا اكيدين ان ابراهيم دياز غيدير بلاصتو مع ريال مدريد. ندوزو لدينا على الاخبار وبعض الاشاعات اللي كتقول ان الركراكي كيتواصل مع عيسى ديوب. هذا المدافع اللي كيلعب في الدوري الانجليزي، وكتقول بزاف ديال الاشاعات ان وليد الركراكي اتصل بعيسى ديوب وغيجري معاه بعض الاتصالات وغيمشي عنده ان شاء الله في حيت الركراكي غيدير واحد الدوره على جميع اللاعبين اللي ممكن انه يعيط عليهم في التجمع الاعدادي اللي غيكون ان شاء الله في شهر 3. ولكن شو 100% ان هذا الشيء هذا غير اشاعات، ما كاين والو. الركراكي وغير اشاعات، ما كايناش تواصل ما بين هاد جوج اللعابات، ما بين الركراكي وما بين عيسى ديوب. علاش؟ لان عرفنا كاملين ان عيسى ديوب حسم في القرار ديالو مع اللاعب. هو باغي وبين ان الرغبه ديالو هو باغي يلعب مع المنتخب الفرنسي، وكيتسنى ان ديشون انه يعيط عليه باش يلتحق مع الكتيبه الفرنسيه. وكيقول واحد المثال اللي ضرقك بخيط ضرقك بحيط ضرقوا نتايا بحيط، لان ما عندنا ما نديرو حنا بشي واحد اللي غيبدا يتعالى على المنتخب الوطني المغربي. وشنا ان القيمه ديال المنتخب المغربي ما كتقلش قيمه على المنتخب الفرنسي. وخير دليل ان المنتخب الوطني المغربي مشى لنصف النهائي ديال كاس العالم ديال قطر. وشنا ان الاحترام الكبير اللي ولا ولا عند المنتخب الوطني المغربي. اذا فالكفه متوازنه ما بين المنتخب الوطني المغربي وما بين المنتخب الفرنسي. وعيسى ديوب اللي ما بغاش يجي عندنا فحنا ما عندنا ما نديرو به. غنشوفوا الناس كنتسناو شهاده رياض ان شاء الله، وكنشوفوا ان الركراكي ضروري 100%. وعقلوا في قلت لكم انه غادي يعيط على رومان سايس وغادي يكون حاضر، واخا شرف واخا كبر، ولكن عندنا مشكل في الدفاع. الوسط الدفاعي ما كاينش عندنا دوبلور ديال نايف اكريدي الا كانت شي اصابه ولا شي حاجه، وما عندناش اللي غادي يلعب معاه في السونتر ديال فلاكس ديال الدفاع. عندنا مشكل. حركاس ما بينش انه عنده هذيك بين بلاصتو مزيان. ما كايناش واحد الثقه في المنتخب الوطني المغربي ان حركاس قادر انه يشغل هذا المكان هذا واللي غيلعب ضد مع اكرد في وسط الدفاع. اكرد لا قدر الله تصاب لنا اكرد فالمنتخب الوطني المغربي غادي يعاني. داك الشيء علاش كونوا اكيدين ان الركراكي غيعيط على رومان سايس وغيحطوا غير في دكه البدلاء، ولكن راه غادي يكون حاضر ان شاء الله.
الا بقيتي معنا حتى لهنايا فما تنساش انك تشترك معنا في القناه وتدعمنا بواحد الزر ديال اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.